لماذا أعاد ترامب مشاركة مقابلة قوبا طالباني؟ دیارە مەقالەکەی پێ باش بووە ماڵی ئاوا بێت سپاسیەکەین کە خوێندوویەتیەوە قسەی خۆمامان کردووە پامی خۆمامان گەیاندەوە پامی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانمان گەیاندووە و دیارە پامێک بووە کە خەڵکی بڵێ معقول بێ بەڵام دیارە معقول بووە. أعرب قوبا طالباني عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن قام الأخير بإعادة مشاركة تصريحاته عبر منصة تروث سوشيال. المنشور الذي شاركه ترامب هو مقابلة لقوبا طالباني كتب عليها بخط عريض قائد كردي، وحملت عنوانا يصف ترامب بعراب الصفقات. تكمن نقطة القوة في تصريحات طالباني والتي نالت إعجاب ترامب في سياقها السياسي الإقليمي والدولي، إذ أن هذه الكلمات تلامس الواقع الحالي تماماً، حيث يترقب العالم حسم قضايا الشرق الأوسط وتجاوز مرحلة لا حرب ولا سلام. إن إشارة قوبا طالباني إلى إمكانية تحقيق اتفاق بين أمريكا وإيران تتطابق بنسبة 100% مع رؤية ترامب، فالرئيس الأمريكي أكد في جميع تصريحاته الصحفية أن الاتفاق هو الحل الأمثل لإنهاء ملفات المنطقة. لقد وجد ترامب في تصريحات قائد كردي بهذا المضمون أهمية كبيرة، لذا نشرها على منصته الخاصة كإشارة إلى وجود رغبة في الاتفاق لدى أطراف قوية في المنطقة متمثلة في إقليم كردستان، وتحديداً من حزب مثل الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يشغل منصب رئاسة جمهورية العراق وشريك أساسي في حكومة الإقليم. وكان قوبا طالباني نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قد أجرى هذه المقابلة مع موقع برايت بارت نيوز خلال مشاركته في منتدى ديلفي باليونان، حيث قال حينها إن الرئيس ترامب قادر على إبرام صفقة كبرى مع إيران، صفقة تخلق انتعاشاً اقتصادياً عالمياً وتعود بالمنفعة على أمريكا وإيران معاً. وأضاف طالباني في حديثه للموقع: يجب أن يكون الاتفاق مباشراً بين أمريكا وإيران، وعلى ترامب ألا يسمح لطرف ثالث بإفساد هذه الصفقة. كما أوضح رؤيته بأنه إذا التزم ترامب بمصالح بلاده وطبق سياسة أمريكا أولاً، فبإمكانه التوصل إلى اتفاق جيد مع إيران يضمن مصالح الطرفين، وهذا هو بالضبط ما يصبو إليه ترامب.